يا مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. النهاردة هنعمل أحلى وصفات العيد. هنعمل النهاردة صينية مشكل مشاوي، شايفين الجمال والطعامة. هنعمل بقى الريش والكفتة والكباب، وكمان شيش الكباب والطرب، حاجة كده لطيفة وجميلة. وكمان هنعمل الرز المبهر. طبعا الصينية دي بتخشي في أشهر المطاعم، بتدفعي فيها مبلغ وقدره. طبعا صينية بتكفي حوالي 10 أشخاص أو أكتر. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. وعايزة اقولك التتبيلة مفيش ابسط من كده. هوريكي ازاي نعمل الصينية القمر دي بطريقة سهلة وبسيطة. بس الاول بقى نبدأ نشوف مع بعض. شايفين شكل الكباب بعد ما استوى مع الرز المبهر لونه الاصفر؟ شكله يجنن يجنن يجنن. احلى حاجة ان اكل المطاعم جبتهولك لحد عندك في البيت. هتقومي دلوقتي بتعملي احلى صينية مشاوي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وده السيخ بتاع شيش الكباب، شكله لوحده قمر. عايز كده رغيف عيش او خبز الصاج كده وتحطيه فيه ويطلع قمر قوي. طبعا الريش عايزه اقولك دايبه ومستويه بتتبيله سهله وبسيطه ومفيش ابسط من كده. وعايزه اقولك ان النكهات قويه جدا. مش هننسى طبعا الطرب الجميل في المشويات، وفي عشاق كتير بيحبوا الطرب. وطبعا الناس اللي ذابحه عندها بقى منديل. تعالي وانا اقولك بقى هنعمل ايه باحلى منديل، وهنعمل احلى طرب مشويات. اول حاجه هبتدي بيها في التتبيله بتاعتي تتبيله الريش بتاعتنا. مفيش ابسط من كده. هجيب بقى بصلتين كبار وابدا ابشرهم، وابدا اعصرهم بايدي واخد ميه البصل بتاعهم. التفل عايزينه على جنب، اوعي ترميه. هقول لك دلوقتي هنستخدمه فين، خليكي مكمله معايا الفيديو. علبه زبادي بقى، زبادي شركات، زبادي بلدي، اي علبه زبادي عندك هتحطيها على ميه البصل، وملح وفلفل اسود. هحط بقى نص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح. حاولي في المشويات ما تزوديش الملح، علشان احنا بنسيب الحاجة اللي احنا بنشويها دي في التتبيلة فترة، فعشان ما تبقاش حادقة شوية. زي ما انت شايفة كده. وببدأ اغطس فيها الريشة بتاعتي كده على الوش الاول والوش التاني، واركنها هنا على جنب. هسيبها بقى في التتبيلة دي قد ايه؟ بصي عايزة اقولك على حاجة، كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما يبقى افضل. يعني اقل حاجة سيبيها ليلة كاملة. يعني تعمليها بالليل مثلا وبكره يكون شوي. عندك فرصه انك تعمليها وقت اكبر، هيبقى افضل بكتير. دي بقى تتبيله. انا طبعا تبلت الريش واحطها بقى في علبه واحطها في التلاجة. دي بقى تتبيله الكباب بتاعنا. معايا قطع من اللحمه متقطعه صغير. مهم قوي ان قطع الكباب تكون متقطعه صغير عشان ما تتعبكيش وانتي بتشوي على الفحم، وتستوي معاكي وما تشدش معاكي. وطبعا جبت بصلتين كبار بشرتهم واخدت ميه البصل بتاعتهم، وطماطميتين كبار بشرتهم او 3 طماطميات. وبعد كده عصرت الطماطم بتاعتي، سبت التفل على جنب، واخدت ميه البصل وميه الطماطم. هبدأ بس احط عليها نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من قصدي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا الملح ده بتحدديه على حسب كمية اللحمة اللي انت عاملاها. انا الكباب عاملة نص كيلو، والريش كنت عاملة نص كيلو. انت على حسب الكمية اللي انت عاملاها. كل ما تزودي في الكمية كل ما تزودي في مية البصل والطماطم والملح والفلفل الاسود. انا ما بحبش ابهر اللحمة ببهارات كتير. الملح والفلفل الاسود بيظهروا اللحمه. وطبعا متعه الشوي في انك تستمتعي بطعم اللحمه، وقطع اللحمه تبقى باينه وظاهره. ما تغطيش عليها بالبهارات بتاعتك. طبعا بقى انا بعد ما تبلتها هسيبها لمده ليله كامله اقل حاجه. يعني لو مستعجله قوي 5 ساعات تسيبيها في التتبيله، بس افضل شيء ان انت تسيبيها ليله كامله. انا هنا بقى معايا الاسياخ بتاعه الخشب دي. انا بكون نقعها قبل الشوي في الميه دي لمدة ساعة. مهم الحركة دي، مهمة جدا. لازم تعملي الحركة دي علشان خاطر السيخ بتاع الخشب يستحمل معاكي على النار او على الفحم او حتى في الفرن، وما يتحرقش منك بسهولة. هبدأ بقى احط في القطعة من اللحمة، وعندي قطعة من اللي او الدهن بحطها فوق الكباب. القطعة دي مهمة جدا، هي دي اللي بتسيح على الكباب وهو على الفحم وبالطري. مهم قوي واحنا بنشوي الكباب نبدأ نهوي على النار، لان النار بتبدأ تطفي لما بينزل عليها الدهون اللي احنا حاطينها مع الكباب. زي ما انتم شايفين قطع اللية دي لما بتسيح بتخلي النار تطفي. مهم قوي نفضل نهوي عليه. بنحطه على الوش الاول 5 دقايق وعلى الوش التاني 5 دقايق، ونفضل نقلب فيه
لحد ما يستوي معانا. طبعا طريقته مفيش ابسط من كده، مهم بس ان انتي تجهزي تتبيلتك قبلها بليله والدنيا تبقى تمام. عايزه اقول لكم ان احنا كنا دايما متعودين في العيد عندنا مزرعه بنحب نطلع نشوي فيها. احلى حاجه انك تشوي في وسط الطبيعه، منظر جميل كده وخضره حواليكي وحاجه ترد الروح، والاكل كده بيبقى له طعم تاني وحاجه تفتح النفس. هكمل لكم القصه بتاعت المزرعه دي بس بعد ما اوريكم ايه مكونات الطرب بتاعنا. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. فاكرين بقى البصلتين اللي احنا عصرناهم في الريش بتاعتنا؟ انا هاخد التفل بتاعهم، انا محتاجه التفل من غير ميه. هبدا احط هنا بصلتين كبار معصورين، مش محتاجاهم فيهم سوائل خالص، واحط عليهم معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهبدا اعجنهم مع بعض. عايزين البصل يتداخل مع اللحمه ويبقوا متماسكين جدا. طبعا انا معايا هنا منديل ضاني، لازم يكون معاكي المنديل يكون ضاني. لو جبتي اي نوع دهن او منديل تاني مش هيديكي النتيجه الحلوه بتاعه الطرب. المنديل بقى بنستخدمه ازاي؟ هقولك على ابسط طريقه تعملي بيها الطرب. اول حاجه هتقطعي جزء كده مستطيل، وبعد كده هتبداي تعملي كانك بتعملي كرواسون بالظبط. هتبداي تقطعي المنديل ده على شكل مثلثات. هي دي اسهل طريقه تعملي بيها الطرب. هتاخدي البوز بتاع المثلث من تحت وتبداي تحطي قطعه من اللحمه كده على شكل كفته يعني، وتبداي تلفيها. هتلاقي بقى الجناب بتاعه المثلث من الاخر تبداي تقفلي بيها الطرب بتاعك وتمسكي عليه. عمره ما هيفك معاكي في النار وهيطلع مظبوط جدا زي ما انت شايفه ومتماسك جدا. هجيب لك واحده تانية واقطعها قدامك علشان الخطوات تبقى واضحه. اول حاجه بنعملها ان احنا بنقطع شكل مثلث. بناخد المثلث بتاعنا كانك بتعملي عجينه كرواسون بالظبط. البوز بتاع المثلث لتحت والطرفين بيبقوا لفوق. بنحط اللحمه فيهم ونبدا نلفه، وبعد كده الجناب بنبدا ندخلها في الكفته من على الجنب ونقفل عليها كويس قوي. عمره ما يفك معاكي وهيستوي معاكي حلو قوي. الطرب لو انت هتسويه على في البوتاجاز هتولعي عليه من تحت وهتولعي عليه الشوايه، بس يكون الشوايه هاديه شويه صغيرين وبعيده عن الصينيه، يعني الصينيه تكون لتحت شويه صغيرين. اما لو هتعمليه على الفحم مهم قوي ان انت تهوي على الفحم، لانه لما بيسيح اللية بتطفي النار. وحاولي تقلبيه على كل وش عشان ما يتحرقش منك لحد ما يستوي كويس قوي. طبعا نفس الفكرة هنكون مخليين الأسياخ بتاعتنا منقوعة في المية زي ما انتم شايفين كده. أنا جبت صينية على مقاس الأسياخ بالظبط، حطيت فيها شوية مية ونقعهم فيها قبلها بساعة. الطرب علشان خاطر ما يتبهدلش منك على النار مهم قوي تعملي الخطوة دي. تجيبي 2 أسياخ وتبدأي تحطيه ما بينهم هما الاتنين. السيخ الواحد ما بيستحملش القطعة بتاعة الطرب وما بيبقاش متماسك. وده الشكل بتاعنا بتاع السيخ، حاجة كده قمر قوي. طبعا تشويه على الفحم وتدوقي أحلى طرب هتدوقيه في حياتك. هنعمل كمان بقى الشيش كباب. انا من الناس اللي بحب غير الكباب انا بحب الشيش كباب. قولوا لي الفرق ايه؟ هقول لكم الفرق بسيط في التتبيله، وكمان الخضار المشوي بيطلع طعمه حلو قوي مع الكباب. انا هنا معايا هنا بصلتين كبار بشرتهم وخدت ميه البصل بتاعتهم، وطماطميتين كبار بشرتهم وخدت ميه الطماطم بتاعتهم. هنا هنحط بقى معلقه من الخل، معلقه من الزيت، واحط بقى ايه معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبس كده. هي دي بهاراتي. وهبدأ أسيب اللحمة دي في التتبيلة ليلة كاملة. عايزة أقول لكم إن كل ما تسيبوا اللحمة في التتبيلة كل ما تدوقوا أحلى مشويات. طبعا أنا سبتها كده ليلة زي ما انتم شايفين، حتى اللحمة لونها اتغير ولون التتبيلة اتغير. أنا هنا معايا بقى هنا في الأسياخ هندلعها بقى. معايا فلفل ألوان أصفر وأخضر وأحمر، معايا فلفل حامي لو انت بتحبي الفلفل السبايسي، معايا بقى قطع من البصل. زي ما انتم شايفين بحط قطعة من اللحمة واحط بقى ايه البصل والفلفل الالوان. بيطلع شكله قمر قوي، والسيخ شكله حلو قوي، شكله عالمي زي اللي احنا بناكله في المطاعم بالظبط. وعايزه اقول لك لو عندك بقى الرقاق الطري او خبز الصاج او العيش السوري او حتى عيش التورتيلا، بيطلع حلو قوي. بعد ما تطلعيه من الشوي تقومي حاطه السيخ بتاعك كله كده تفضيه في الساندوتش.
او في العيش ده، ومعاه شويه بقى من الطحينه وحبه من سلطه المشاوي اللي عملناها مع بعض. هحط لكم الفيديو في اخر هحط لكم الفيديو فوق كده عندكم يظهر، وكمان هحط لكم في اخر الفيديو هنا. عملت لكم شويه سلطات مشاوي جاحده يا جماعه، لازم تعملوها هتطلع حلوه قوي. وده شكل الاسياغ بتاعتنا، حاجه تفتح النفس. طبعا عمرنا ما هننسى في الشوي الكفته بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هحط عليها بصلتين طبعا مبشورين ومعصورين، الميه بتاعتهم ممكن تستخدميها في التصبيع بتاع اللحمه، او لو انت عامله مشاوي زي اللي انا عاملاها ممكن تستخدميها في الكباب او في الريش او في الشيش كباب، مفيش اي مشكله خالص. ومعايا حزمه من البقدونس، ومعايا قطعه كبيره كده من اللي هي مقطعاها مربعات صغيره. وهبدا احط الملح والفلفل الاسود، معلقه كده كبيره من معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. هو ده اللي هيديها هتبقى مش مكتومه كده، وهيديها حس للكفته، هتبقى طريه كده وجميله. انا هبدا اضربها في الكبه زي ما انتم شايفين كده. طب افرض انا ما عنديش كبه، هعمل ايه؟ مش هتعملي كفته؟ لا طبعا، انا هسيبك برضو تحتاسي. هجيبي مخرطة الملوخيه، ودي احلى طريقه ممكن تعمليها، بس انا كنت مستعجله وحابه اوريكم الوصفات كلها. وتبداي تخرطي اللحمه مع البقدونس والليه والبهارات بتاعتك، هتطلع معاكي قطعه لحمه متماسكه وجميله جدا. احنا ليه بنضربها وش تاني في الكبه؟ علشان تبقى متسمغه زي ما بيقولوا كده، تبقى متماسكه وتمسك على السيخ بتاع السيخ الخشب بتاع اللي احنا بنحطه على الفحم، وما تقعش منك على النار. تبقى عايزينها كده تبقى زي ما انت شايفه كده عجينه متماسكه. فزي ما بقولك بكل سهولة هتجيبي مخرطة الملوخية وتبدأي تخرطي اللحمة مع البقدونس، هتطلع معاكي أحلى قطعة لحمة. عايزة أقولك إن الطريقة دي أحلى بكتير من الكبة، وأنا أنصحك بيها وبشدة. بس أنا كنت مستعجلة في الفيديو ده وحابة أوريكم كل الطرق بتاع المشويات والتتبيلة، فكان لازم أكون سريعة، فعشان كده عملتها في الكبة يعني. لكن أنا بفضل، لو سألتيني أنا بفضل الطريقة بتاعت خرط المخرطة، بيطلع جميل جدا. هنا بقى الرز المبهر. عبال بقى ما نسيب الحاجات دي تتبل، هنبدأ نجهز الرز المبهر بتاعنا. معايا هنا بصلاية كبيرة، هبدأ أجيب حلة على النار وأكون مقطعاها مربعات. هنزل على السمنة دي بالبصلاية وأبدأ أشوحها تشويحة بسيطة، هتديني طعم حلو قوي وتست جميل قوي للرز بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا الرز المبهر لونه اصفر وشكله جميل جدا، وطعمه خطير خطير خطير. طبعا ده بيليق مع اي مشويات، فراخ مشويه مش هيقول لا. زي ما انت شايفه كباب وكفته وطرب وريش، هيطلع حلو قوي. البهارات بقى بتاعتنا: عود قرفه، 2 لومي، 3 من الحبهان، و3 من القرنفل زي ما انتم شايفين كده كل ده، و3 من ورق اللورا. وهبدا اقلبهم مع بعض، كل ده بقلبه مع السمنه والبصله. وبعد ما يبدأ البصل يدبل معايا، هنزل بمكعبين مرق. عندك انتي شوربة، اسقي بالشوربة وما تقدري تستغني عن خطوة المرق نهائي. لو ما عندكيش خلاص هنستخدم مكعبين مرق، هيطلعوا حلوين قوي وجمال. هبدأ بقى انزل عليه بالرز وابدأ اخده تشويحة برضو على نار عالية كل ده. واللون الاصفر الجميل ده بجيب لون اسمه لون الزعفران، بنجيبيه من عند اي عطار، رخيص على فكرة مش غالي خالص، بتاخدي منه ربع معلقة صغيرة، بيديكي لون حلو جدا. انا حطيته وقلبته يا دوبك تقليبة بسيطة مع الرز، وهبدأ انزل بالمية السخنة بتاعتي. زي ما قلت لك، لو عندك شوربة هتستغني عن المية السخنة وهتستبدليها بالشوربة، وهتشيلي المرق بتاعنا، يعني مكعبات المرق. طبعا هنا انا ده رز مصري مغسول بس مش منقوع. لكل كوباية رز كوباية ونص من المية، كوبايه ونص من الميه. ولو انت بقى مستخدمه تقدري تستخدمي رز بسمتي، لو مستخدمه رز بسمتي لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين من الميه. زي ما انتم شايفين كده انا سبته لحد ما اتشرب تماما، بس هو لسه ما استواش، فشلته وحطيت الشياطه بتاعتي وهستنى عليه 5 دقايق كمان، هتلاقيه استوى وفلفل معايا. هوريكم دلوقتي، هغطي الحله وهوريكم دلوقتي الرز بعد ما فلفل معايا واستوى بقى شكله جميل ورائع. وزي ما انتم شايفين كده القطع بتاعت البهارات اللي احنا حطيناها بتطلع على الوش، اللي هي الحبهان والقرنفل
واللومي كله بيطلع على الوش والقرفه، بنبدا نشيلهم ونبدا نغرف الطبق بتاعنا. وده شكل الرز بتاعنا، حاجه قمر كده، وهم جدا. نرجع بقى للمشويات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى في الشوي بتاعنا نكون مولعين النار بتاعه الفحم كويس قوي وحلو قوي. لو انت هتشوي في الفرن هتولعي من تحت وهتولعي الشوايه، بس تولعي الشوايه ضعيف، وتكون الصينيه اللي انت حاطه فيها المشويات بتاعتك مش مرتفعه، يعني في اخر الفرن خالص في الرف اللي قبل الاخير، ومولعه الشوايه من فوق. هنا لو انت هتولعي بقى على الفحم هتقلبي على كل وش، تسيبيه 3 دقايق على كل وش، وتفضلي تقلبي لحد ما يستوي معانا. دي الطرب والكفته والكباب، ودي الريش بتاعتنا حلوه قوي وجميله قوي ومستويه، زي ما انتم شايفين النار والعه من تحت، وببدا اهوي عليها لحد ما تستوي معانا. وبعد كده بقى بنغرفها، بنغرف الصينيه بتاعتنا، بنحط طبقه الرز زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بنحط عليها الكباب والكفتة والريش بتاعتنا والطرب. شايفين دي الكباب مستوي وجميل جدا، وده الطرب دايب دوبان يا جماعة، وطعمه خطير خطير خطير. ودي اللحمة اللي هي الشيش كباب، بصي مجرد ما بتمسكيها بتتقطم منك من كتر الطراوة بتاعتها. ودي الكفتة بتاعتنا متماسكة وجميلة جدا وطالعة حلوة قوي. زي ما انتم شايفين ده كان فيديو النهارده، صينيه مشكل المشاوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك الامر والاشتراك. لو عجبكم الفيديو شاركوا الفيديو مع اصحابكم وقرايبكم. هحاسب لكم فيديو سلطات المشاوي في اخر الفيديو، علشان اللي حابب يعمل سلطات جنب المشاوي. فيديو قمر قوي هيعجبكم جدا. انتظروني في وصفات اخرى. شكرا لكم على المشاهده، وباي باي.